ما هو فضل العشر الأواخر من رمضان؟ هذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصها بالاعتكاف طلبا لليلة القدر، ويكون فيها ليلة القدر التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص هذه الليالي بقيام الليل كله، فينبغي للإنسان في هذه الليالي المباركة العشر أن يحرص على قيام الليل ويطيل فيها من قراءة القرآن والركوع والسجود، وإذا كان مع إمام فليلازمه حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي آخر هذه الأيام بل عند انتهائه يكون تكبير الله جل في علاه، ويكون دفع زكاة الفطر لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة الفطر: من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد. الكلام للشيخ ابن عثيمين.